سر نجاح مرموش في اختياراته الصعبة. قصة مرموش فيها حاجة مختلفة عن قصص النجاح اللي بنحب نسمعها، ما فيهاش الحتة كده بتاعت انتصار البطل الشعبي يعني هو ما جابهاش من تحت مثلا واتمرمط زي صلاح بالعكس، راجل مرتاح ماديا ومتخرج من مدارس انترناشونال وبيتكلم لغات. لكن الحقيقة ان كل واحد ليه قصة وعانى فيها بدرجات مختلفة، وعشان الواحد ينجح لازم يختار الاختيار الأصعب دايما ويضحي بحاجات كتير. في حالة صلاح هو اتمرمط وشقي لحد ما وصل. السؤال بقى هنا في حالة مرموش، كان عليك بإيه من كل ده يا ابني؟ راجل يعني من جين زي ومعاه الجنسية الكندية، ايه اللي يمرمطه كده ويغربه؟ كان ممكن يعني يقضيها بكارجو بانتس في ووتر واي، او يا عم لو عايز يلعب كورة كان ممكن يختار يمثل منتخب كندا، وده بالمناسبة اللي اتعرض عليه فعلا. لكن مرموش بقى ما اختارش ولا اختيار سهل. من اول قرار لاحترافه وهو يا دوبك عنده 14 سنه ورجوعه تاني بعدها لدجله، لحد ما طلع المانيا وهو عنده 17 سنه ولف كعب داير. واخرهم عامه كان الموسم ده. في اول الموسم مرموش جاله عرض انتقال لنوتنجهام فورست، وكان ممكن يقول دي فرصه كويسه وعايز يلعب في البريمير ليج، لكنه عشان واثق في قدراته ومتاكد انه لو استنى هيجيله حاجه احسن، استنى 6 شهور بس وبقى دلوقتي في السيتي. زي ما قلنا مقياس الصعوبه بيختلف من حياه شخص لشخص، ومرموش في حياته وفي قصته اختار كل الاختيارات الصعبه لحد ما وصل من المعادي لمانشستر سيتي.